السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعملهم غرزة جديدة جميلة باللونين الجمال دول المبهرين دول، كلهم بهجة وجمال كده. ممكن تعملي بيها بطانية بيبي، فستان لطفلة. هستخدم فيهم إبرة رقم 3، وطبعا احنا بنستخدم الإبرة المناسبة للخيط. هتختاري أي لونين يكونوا مناسبين لبعض وتعملي بيهم الغرزة. هنبدأ باللون الأول اهوت. هنعمل مضاعفات العدد 5. طبعا أنا بنعمل عقدة في الأول كده أهي، عقدة البداية، وبعدين هنعمل سلاسل بمضاعفات العدد 5. يعني عدي 5 كده، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، بالمقاس بقى اللي انت عايزاه. أنا متعودة أعمل عدد من السلاسل وبعدين الزيادة بنفكه في الآخر، يعني اللي بيطلع زيادة بنفكه، مش ضروري العدد يعني بالظبط، بس احنا بنعمل مضاعفات العدد 5. اهو عملت الحبة همت. هنرتفع عدد من السلاسل 3، وبعدين هروح على رابع سلسلة وهعمل عمود بلف. وطبعا ال3 سلاسل دول هنعتبرهم برضو ايه، اول عمود. هروح على التانية، على الفتحة التانية او السلسلة التانية، ونعمل كمان عمود بلف. بقى كده معايا 3 أعمدة بلف. ال3 سلاسل هعتبرهم عمود. هعمل سلسلتين وهفوت من تحت برضو سلسلتين غرزتين، واروح على التالتة واعمل عمود بلف. واخد لفة واروح على الفتحة اللي بعدها او الغرزة اللي بعدها واعمل عمود بلف، واخد لفة على الإبرة واروح على السلسلة اللي بعدها واعمل عمود بلف. يبقى كده عملت 3 أعمدة بلفة. هاخد سلسلتين اهمت، ومن تحت برضو هفوت غرزتين واروح على التالتة واعمل عمود بلف ولفة، وهعمل برضو في الغرزة اللي بعدها عمود بلف، وهاخد لفة واعمل كمان عمود بلف. يبقى كده عملت 3 جنب بعض عمود بلف. اهو. يبقى كده انا هنعمل السطر كله بالشكل ده، سلسلتين ومن تحت هسيب غرزتين واروح على التالتة واعمل عمود بلفة، وجنبه برضو عمود بلفة، وجنبه عمود بلفة. يبقى كده عملت 3 أعمدة جنب بعض، وبعدين سلسلتين واسيب من تحت غرزتين واعمل 3 أعمدة بلفة. كده بقوا 3. هاخد سلسلتين وهكمل السطر بالشكل ده. خلصنا السطر. هبدأ أغير اللون. هاجي من أول السطر كده وهدخل اللون الجديد اهو، هنسحبه ونعمل سلسلة 2 ارتفاع، وبعدين
هنيجي في تاني غرزة. احنا عندنا 3 أعمدة. هاجي في الغرزة اللي في النص أو العمود اللي في النص، وهعمل غرزة منتفخة من 4 أعمدة بلف. مش هسحب أي حد فيهم، هسحبهم كلهم مرة واحدة. 4 أعمدة بلفة في العمود اللي في النص. هسحبهم سحبة واحدة. هعمل تاني. ادي 1 2 ولفة 3 وباخد لفة 4. هسحبهم وبعدين اسحب كمان مرة واعمل 4 سلاسل واخد لفة، وفي نفس الفتحة اللي عملت فيها المنتفخة الأولى هخش تاني وأعمل كمان منتفخة. أدي 1 ولفة وأدخل وأعمل سحبة كمان، أعمل عمود يعني. وأدخل وأسحبهم كلهم مرة واحدة. هلف لفة على الإبرة وأروح على ال3 أعمدة اللي بعدهم وأخش في العمود اللي في الوسط، وهعمل منتفخة من 4 أعمدة بلف. أدي أول عمود وألف لفة وأعمل تاني عمود وألف لفة وأعمل تالت عمود وألف لفة وأعمل رابع عمود. أسحبهم كلهم مرة واحدة. هلاقي لسه لفتين على الإبرة، هسحبهم كمان سحبة. هعمل 4 سلاسل ما بين المنتفخة الأولى والمنتفخة التانية وأخش في نفس الفتحة وأعمل كمان منتفخ. أدي 1 أدي تاني عمود تالت عمود رابع عمود. كده عملت 4 أعمدة بلفة، سحبتهم سحبة واحدة وبعدين كملت السحبة الباقية. هناخد لفة ونخش في العمود اللي في الوسط، وهعمل برضو 2 منتفخة في نفس العمود. أعمل 4 سلاسل ما بين المنتفخة الأولى والمنتفخة التانية، أخش في نفس الفتحة وأعمل 4 أعمدة بلفة أسحبهم كلهم مرة واحدة، ما اسحبش فيهم يعني أسحبهم كلهم مرة واحدة. ممكن الغرزة ديت يا حبايبي تعملوا بيها حاجات كتيرة، استخدامات كتيرة. ممكن تعملوا بلوزة صيفي، ممكن فستان طفلة، ممكن كوفرتة بيبي أو خدادية. حاجات كتيرة ممكن تعمليها. أو لو هتعملي مثلا غطا لزمزمية أو لأي حاجة في البيت، يعني غطا لأي حاجة في البيت أو خدادية أو حاجة. هنعمل 4 سلاسل وبعدين نعمل منتفخة في نفس المكان. هي غرزة سهلة وبسيطة وبتدي نتيجة روعة، وخصوصا لو اخترت لونين حلوين مع بعض لايقين على بعض. هنكمل بقية السطر بالشكل ده اهو. ادي خلصت السطر اهو. هنبدأ ناخد اللون التاني الأخضر. أنا كنت سايباه السلسلة هيت. هعمل
3 سلاسل ارتفاع عشان اطلع. هسحبهم كلهم مع بعض كده، البامبي مع الاخضر. هرتفع بالاخضر، هندير الشغل، هرتفع بالاخضر. طبعا الخيوط الزيادة اللي هي على جنب ديت في الاخر بتخلص منها بالابرة بتاعة التنظيف، وده افضل يعني. هرتفع 3 سلاسل وهخش جوه الفراغ اللي بين المنتفختين، وهعمل 3 أعمدة بلفة واسحبهم اهو. العمود بسحبه على مرتين، وبعدين اعمل سلسلتين واخش في الفراغ اللي ما بين المنتفختين التانيين واعمل 3 أعمدة بلفة. تاني عمود كده، تالت عمود، اعمل سلسلتين واخش في الفراغ اللي بعده واعمل 3 أعمدة بلف. ادي اول عمود والف واعمل تاني عمود واسحبه على مرتين، وتالت عمود واسحبه على مرتين واعمل سلسلتين واخش في الفراغ اللي بعده واعمل 3 أعمدة بلف. وبعدين اعمل سلسلتين واعمل 3 أعمدة بلفة. ودي اخر مجموعة معانا في السطر ده. كده عملت اخر 3 أعمدة بلفة. هناخد بقى اللون البامبي وهكمل بيه السطر. هندير الشغل وهسيب الاخضر واروح اخد البامبي. هرتفع للسطر اللي بعده واخش في العمود اللي في النص واعمل اول منتفخة من 4 أعمدة. كده 3 أعمدة. كده رابع عمود واسحبهم سحبة واحدة على مرتين. اعمل 4 سلاسل واخش في نفس الفتحة واعمل كمان منتفخة. اخش في نفس الفتحة واعمل اول عمود بدون سحب، وتاني عمود، وتالت عمود، واخد لفة واعمل رابع عمود واسحبهم على مرة واحدة واقفل. وبعدين اخش في المجموعة التانية في العمود اللي في الوسط، سيب اول عمود واخش تاني عمود واعمل 2 منتفخة. ادي اول عمود وادي تاني عمود، الف واعمل تالت عمود والف لفة واعمل رابع عمود واسحب 4 سلاسل. ادخل في العمود تاني واعمل منتفخة كمان من 4 أعمدة بلف. اروح على المجموعة اللي بعدها واخش في العمود اللي في الوسط واعمل اول منتفخة من 4 أعمدة بلف.
نسحب على مرة واحدة. نعمل 4 سلاسل ونخش في نفس الفتحة أو فوق نفس العمود، وأعمل 4 أعمدة بلفة اللي بكون منهم المنتفخة التانية. وهكذا هكمل الباقي. كملت لآخر السطر وارتفعت 3 سلاسل، وهاخد الغرزة مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. هاخد البامبي مع الأخضر، وبعدين هنسحب اللون الأخضر وارتفع بيه، وأعمل في أول فراغ 3 أعمدة بلف. أعمل سلسلتين وأخش في تاني فراغ وأعمل 3 أعمدة بلف. أعمل سلسلتين وأخش في الفراغ اللي بعده وأعمل أول عمود وتاني عمود وتالت عمود بلف، وبعدين سلسلتين ما بين كل مجموعة ومجموعة بعمل سلسلتين، والمجموعة عبارة عن 3 أعمدة بلف. هعمل خلصت كده اهو زي ما انتوا شايفين. ممكن تعملي بيها كوفية، ممكن تعملي بيها فستان لطفلة، ممكن تنفذيها في حاجات كتير. يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.